منذ العصور القديمة كان النسر رمزا للشجاعة، الحرية والعظمة في الطبيعة. ربما ليس له خصوم بين الكائنات ذات الريش. النسور هم الأسياد الحقيقيون للسماء، وهناك من هو أخطر منهم بكثير. من الطيور الجارحة الشائعة التي تتعامل مع البشر والذئاب إلى التهديد المحلق فوق إفريقيا، في هذه الحلقة سأريكم أخطر النسور القاتلة والتي تستحق المشاهدة. لنبدأ. النسر الذهبي. النسر الذهبي أحد أكبر وأخطر الطيور الجارحة، يوجد في كل أنحاء العالم، في أوروبا، آسيا، أفريقيا والأمريكيتين. بنفس الوقت مصنف في الكتاب الأحمر كصنف نادر. اكتسب النسر اسمه بسبب لونه الأسود البني مع ريش عنق ذهبي. لهذا النسر حجم مذهل، يصل طوله لمتر واحد، وحجم جناحه من 60 إلى 70 سنتيمترا. لهذه الطيور مسافة هائلة بين جناحيها تتراوح بين 180 سنتيمترا و240، وبهكذا حجم تهاجم النسور الذهبية فريسة بأضعاف حجمها. إنها ببساطة قوية للغاية، لأنه يمكنها التحليق بفريسة تزن أكثر من 15 أو حتى 20 كيلوغرام. تزودها يديها بقبضة حديدية، مخالبها بطول من 6 إلى 7 سنتيمترات. بواسطتها يسدد الطائر الجارح ضربته القاضية. غالبا تصطاد النسور الذهبية حيوانات صغيرة كالمرموط، وعادة تصطاد الأرانب والتي تبلغ سرعتها من 50 إلى 60 كيلومتر بالساعة، لا تقارن بسرعة الطائر والتي قد تصل لأكثر من 320 كيلومتر بالساعة عند الانقضاض. تعتبر صقور الشاهين أسرع الطيور في العالم لأنها تنقض بسرعة 390 كيلومتر بالساعة. تهاجم الطيور الأكبر من النسر الذهبي أيضا، فمثلا ديوك الخلنج هذه فقدت حذرها ولم تنتبه لتهديد الجارح. أسرع النسر الذهبي إلى الموقع، انقض على أحد الطائرين والآخر شعر بالإهانة وبدأ بمحاربة النسر. للأسف لم يكن هناك فرصة أمام مخالب النسر القوية. حتى حيوان رشيق وسريع كالثعلب لا يمكنه النجاة من هجوم النسر الذهبي، وبالنتيجة تهاجم النسور الذهبية بقوة كبيرة، فتصيب الضحية بالعديد من الجروح والكسور، فتموت مباشرة. في كامل مملكة الحيوان تمتلك النسور الذهبية أفضل إبصار، قد ينافسها البعض ولكنها حتما من الأسياد. ما يميز بصرها هو أيضا قدرتها على تمييز الألوان. كشيء نادر في عالم الحيوان، يمكن للنسور الذهبية الرؤية لأبعد من الإنسان ب8 مرات. يمكنها تمييز فريستها كالأرنب مثلا على بعد 4 كيلومترات. وكل عين للنسر قادرة على التركيز على مجسمين بشكل متزامن، كحاجبين مقوسين فوق عينيه، والتي لا تعطيه فقط مظهرا مهيبا إنما تحمي عينيه من الضوء الساطع. يبقى النسر الذهبي أحيانا مترقبا على صخرة أو شجرة عالية. في البداية يحوم في السماء مترصدا بفريسته، ثم يهاجم فجأة فلا يترك لها فرصة للنجاة. حتى الذئاب لا يمكنها دائما منافسة سيد السماء. قد تعتقد أن للذئاب بعض الميزات، فعلى الأقل هم على اليابسة، لكنه ليس دائما الحل. الذئاب تحديدا غير محظوظة إن لم يكن قطيعها بجوارها. انظر كيف ينقض النسر الذهبي برشاقة على المفترس. عادة يمسك النسر الضحايا بقبضة على الرأس وأخرى على الظهر، تحطم العمود الفقري بمخالبها القوية أو تنقض بمنقارها المدبب، مما يمزق الأوعية الدموية. النسر الذهبي أيضا واسع الحيلة عندما يصطاد وعلا أو غيره، ولا يحتاج لأن يبذل جهدا كبيرا، فيتجه للفريسة ويطير بها إلى الجرف ويرميها، وكل ما عليه فعله الآن الطيران إلى الحيوان الذي مات. أحيانا حتى البشر يصبحون ضحايا لهجوم هذا الطائر. مثلا في هذا المشهد ينقض نسر ذهبي على امرأة معها ببغاء. بالطبع كان النسر مهتما بالببغاء، ولكن أصيبت المرأة بشدة. إنه موقف غير سار عندما ينقض عليك عملاق كهذا. النسر ذو التاج. من أخطر الطيور الجارحة الأخرى هو النسر الإفريقي ذو التاج. إنه طائر ضخم من عائلة الصقور يعيش في إفريقيا. لن تجد طائرا أخطر هناك. هذا الطائر الجارح قوي للغاية ورشيق وجريء. عادة فريسة هذا النسر أكبر منه ب4 إلى 5 مرات. غالبا يصطاد القردة الكبيرة والظباء والغزلان وحيوانات أخرى. طول جسمه يقارب 1 متر. المسافة بين جناحيه تصل لأكثر من 2 متر.
لديه قبضتين بمخالب قوية بثخانة أصابع إنسان، يزن حوالي 7 كيلوغرامات، يحمل فريسته بسهولة التي تزن من 15 إلى 16 كيلوغرام. خلال الصيد يجلس النسر ذو التاج لوقت طويل على شجرة دون حراك باحثا عن فريسة، ثم مباشرة ينقض عليها من السماء. لديه أسلوب صيد مشابه للنسر الذهبي، يمسك بالفريسة بمخالبه ويعصرها حتى تخترق مخالبه المعقوفة جسمها. جدير بالذكر سمي هذا الطائر بذي التاج لسبب معين، حيث يملك تاجا أصليا من الريش على رأسه. في لحظات الخطر أو الهياج الشديد تنتصب الريشات مشكلة ما يشبه التاج ومعطية للنسر انطباعا بالغضب. في الواقع هذه علامة سيئة لأنها تشير أنه مستعد للهجوم. ابقى معنا لترى الخطر القادم من أمريكا الجنوبية وكيف يتعامل الرمز الوطني للولايات المتحدة مع أعدائه. نسر هاربي. الطائر التالي خطير جدا أيضا ومعروف بقوته وشجاعته. نسر الهاربي الأمريكي طوله من 90 إلى 110 سنتيمترات، والمسافة بين جناحيه أكثر من 2 متر. سلاحه القاتل هو مخالبه السوداء الحادة، يمكنه حمل وزن هائل بهذه المخالب. عندما يستثار تنتصب ريشات عريضة داكنة على رأسه للأعلى، مما يجعل مظهره أكثر رهبة. يتغذى نسر هاربي الأمريكي غالبا على القرود والكسلان، وفي بعض المناسبات على الطيور والزواحف وحتى القنافذ. في هذا المشهد أصبح الوحش بطيء الحركة هدفا سهلا لنسر الهاربي. أتعنين أن الكسلان لا يستطيع أن يكون سريعا؟ في زوتروبوليس أي أحد يصبح أي شيء. ربما أن أوان الكسلان قد حان، لكنه نجا. حصل هذا الطائر على منافس يافع وغير متوقع، أصبح على وشك أن يكون الخطر القادم من أمريكا الجنوبية. النسر الأصلع. النسر الأصلع من أضخم الجوارح المحلية في أمريكا الشمالية. رأسه مغطى بريش أبيض وباقي جسده بني غامق، منقاره وقدميه بلون أصفر، وحجمه الضخم يعطيه مظهرا مهيبا. إنه أصبح الرمز الوطني للولايات المتحدة في أواخر القرن الثامن عشر. هنا يهاجم ثعلبا والذي سبق وأمسك بأرنب. أمسك الطائر الفريسة والتي كان يحملها الثعلب بأسنانه، ثم ارتفع الخصمان لعدة أمتار. عمليا فقد الثعلب قبضته وسقط على الأرض، وطار النسر بفريسته الصغيرة. انظر كيف انتشل هنا برشاقة وبراعة سمكة من الماء وهو يطير بارتفاع منخفض. يا له من صياد. خلال جلسة تصوير لصحيفة التايم فقط، مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب كان من المفترض أن يتصور مع هذا الجارح، لكن النسر ذو 27 عاما نقره على يده. أدرك ترامب بعدها أن هذا الطائر خطير حقا لكنه جميل. من سيفوز في عراك بين دب ونسر أصلع؟ أهكذا عراك ممكن حتى؟ تمكن شاهد عيان من ألاسكا تصوير حالة نادرة لنسر يهاجم دبا. اعتقد النسر الأصلع لسبب ما أن الدب كان هدفا جيدا وانقض عليه مباشرة. كان بإمكانه إصابة الدب بسهولة، ولكن الدب وضوحا لم يتوقع هكذا خدعة. النسور ليست جيدة فقط في مهاجمة الحيوانات الأرضية، فهم طيور في الأساس، لذا فهم بنفس جودة الصيد في السماء. هنا قام النسر الأصلع بدوران كامل حول محوره كطائرة حربية، كان ذلك رائعا. النسور ليست دائما محظوظة، ففي كندا قرر نسر أصلع الإمساك بأخطبوط ضخم في مزرعة أسماك. على أي حال بالغ الجارح في تقدير قوته وتحول لضحية. لم يستطع الهروب من الفخ لأن الأخطبوط أحاطه بمجساته. ساعد عمال المزرعة النسر ليتحرر. حاول الثعلب الماكر التسلل لعش النسر الأصلع لكنه لم ينجح بمراده. بعد الصراع الأول استدعت الأنثى قرينها الذكر للمساعدة. بالمناسبة تحب النسور زوجا واحدا مدى حياتها. أتعتقد أن النسور تهتم بالبشر والحيوانات فقط؟ هذا ليس تماما. خلق عصر التقنيات الحديثة إمكانيات جديدة للجميع وزود النسور بأعداء جدد. نتحدث عن الطائرات المسيرة. في هولندا مثلا تدرب النسور على نزع الطائرات الدخيلة. تمسك بالمروحيات بمخالبها مما يعطبها مباشرة. هذا كل شيء. أخبروني في التعليقات إن وددتم برؤية نسر ضخم. شكرا للمشاهدة وأراكم لاحقا.